السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. أنا مستر محمد حسن، والنهاردة بعد ما شرحنا الدرس الثاني أخلاقيات المعلومات جينا علشان نحل كل أسئلة الدرس الموجودة في الكتاب المدرسي. الأسئلة دي مهمة جدا علشان نتأكد إن كل نقطة في الدرس اتفهمت كويس. وطبعا لو لسه ما شفتوش الشرح هتلاقوا الرابط موجود في الوصف تحت وكمان في بطاقة المعلومات اللي فوق. يلا بينا نبدأ ونشوف مين جاهز يجاوب معانا. هنبدأ بالمجموعة الأولى من الأسئلة، ودي أسئلة بتكون محلولة. رقم 1 بيقول: هو المصطلح الذي يشير إلى المفاهيم والتوجهات الأساسية اللازمة للقيام بأنشطة مناسبة في مجتمع المعلومات، وده بصرف النظر عن وجود قانون أو عدم وجود قانون. هنا المصطلح ده هيكون أخلاقيات المعلومات. 2 بالنسبة للعبارات التالية من ألف إلى ثاء، ضع علامة صح إذا كان البيان صحيحا وعلامة خطأ إذا كان غير صحيح. ألف: وسائل التواصل الاجتماعي ليست أكثر من أداة خطيرة تسبب المتاعب. طبعا ده كلام خطأ. ليه يا مستر محمد؟ لأن وسائل التواصل الاجتماعي زي ما ليها أضرار ليها مزايا أو ليها فوائد. زي إيه؟ زي إن إحنا نقدر نتواصل مع أي حد في أي مكان في العالم بسهولة جدا. زي إن إحنا نقدر ننشر المعلومات والأخبار بسهولة. زي إننا نقدر نروج ونسوق للمنتجات والخدمات بتاعتنا، وإننا نتعلم ونتابع المحتوى التعليمي، ونقدر نبني علاقات قوية كمان بتساعدنا ان احنا نقدر نعبر عن رأينا. بقى هناك خطر ان يتم التعرف على عنوان منزلك من العلامات الجغرافية المدمرة في الصور ومقاطع الفيديو. طبعا دي اجابة صحيحة. واتكلمنا على العلامة الجغرافية وقلنا هي معلومات بتتضمن خطوط الطول والعرض، علشان كده يفضل لو هناخد صورة او فيديو وهنبعته لحد ما نشغلش العلامة الجغرافية. النقطة اللي بعدها: يمكنك كتابة ما تريد على لوحة اعلانات مجهولة الهوية لأنه لا يمكن لأحد أن يعرف من كتبها. دي إجابة خطأ. كن مدركا أن هناك أشخاص حقيقيين على الجانب الآخر من الإنترنت، وحاول مشاركة المعلومات مع مراعاة وجهة نظرهم. أكيد طبعا احنا مش بنكلم أجهزة، احنا بنكلم أشخاص على الجانب التاني. لما بتمسك موبايلك وتعمل دردشة أو شات مع حد، هو شخص طبيعي، إنسان موجود على الجانب الآخر، مش بتكلم الموبايل. فلازم احاول ان انا اراعي وجهة نظر الاشخاص اللي على الجانب التاني او اللي بتواصل معهم. دلوقتي هنتكلم عن النوع التاني من الاسئلة، اسئلة غير محلول. السؤال الاول بيقول: اجب عن الاسئلة التالية. 1 هو المصطلح للمفاهيم والتوجهات الاساسية اللازمة للقيام بانشطة مناسبة في مجتمع المعلومات. لسه مجاوبين على السؤال ده وقلنا هو اخلاقيات المعلومات. النقطة الثانية: هو المصطلح للمعلومات الكاذبة التي يتم نشرها عمدا أو الشائعات التي لا أساس لها. ده مصطلح المعلومات المضللة والشائعات. 3 هو المصطلح الشامل للجرائم التي تنطوي على إساءة استخدام أجهزة الكمبيوتر والشبكات. ده الجريمة الإلكترونية. 2 اختر العبارات التي تناسب الفراغات 1 إلى 3 من الخيارات أ إلى ث. عند نقل المعلومات على الإنترنت يجب أن تكون حذرا جدا في التعامل مع إيه؟ حقوق المؤلف، ولا المعلومات الشخصية، ولا حقوق الملكية الصناعية، ولا العلامة الجغرافية؟ أكيد طبعا هكون حذر في التعامل مع المعلومات الشخصية للآخرين. كمان مع الصور أو مقاطع الفيديو اللي بيمتلك فيها الآخرون إيه؟ حقوق مؤلف، حاجة خاصة بيهم. بالإضافة إلى ذلك تحتوي الصور ومقاطع الفيديو التي تم التقاطها بهاتف ذكي على ميزة يمكنها إضافة معلومات زي إيه؟ زي خط الطول وخط العرض للموقع الذي تم التقاطها فيه، والذي يشار إليه باسم العلامة الجغرافية. برافو عليكم، العلامة الجغرافية. طبعا هنا مفيش حاجة ودي ملهاش إجابة. النقطة اللي بعدها: من الخيارات التالية من أ إلى ث اختر المصطلح العام للخدمات التي توفر منصات للأفراد التواصل مع بعضهم البعض على الإنترنت. طيب النقطة الأولى: الهندسة الاجتماعية. لا، دي ما بتعملش الخدمات دي أو ما بتوفرش الخدمات دي. التسويق الاجتماعي برضه ما بيقدمش خدمات التواصل. خدمة الشبكة الاجتماعية هي دي الإجابة الصحيحة، أو بنقول عليها السوشيال ميديا. نظام الشبكة الاجتماعية دي إجابة خطأ، فالإجابة الصحيحة هتكون خدمة الشبكة الاجتماعية. رقم 4: العبارات التالية من أ إلى ث تصف أخلاقيات المعلومات. ضع علامة صح إذا كان البيان مناسبا وخطأ إذا كان غير مناسب. أ: يمكنك الكتابة بحرية على لوحة إعلانات مجهولة لأنه لا يمكن لأحد أن يعرف من كتبها. السؤال ده اتكرر قبل كده وقلنا
خطأ. النقطة اللي بعدها، مواقع الويب ملزمة قانونيا بتقديم معلومات دقيقة ودائمة؟ إجابة خطأ. يجب أن تكون حذرا ليس فقط مع معلوماتك الشخصية ولكن أيضا مع المعلومات الشخصية للآخرين. دي إجابة صحيحة. لأي محتوى من الأفضل استخدام لوحة إعلانات لنشر المعلومات حيث يمكنها الوصول إلى جمهور أكبر؟ لا طبعا مش صح. النقطة رقم 5 بتقول اختر عبارة واحدة مناسبة لأخلاقيات استخدام الهاتف الذكي من الخيارات من ألف إلى ثاء. يبقى كده كل الاختيارات دي فيهم واحدة بس هي الصحيحة. قمت بتشغيل هاتف ذكي أثناء قيادة سيارتي؟ أكيد طبعا غلط، كده هتكون أكتر عرضة للحوادث. قمت بإيقاف تشغيل الهاتف الذكي في أماكن مثل دور السينما أو المتاحف الفنية؟ طبعا دي إجابة صحيحة. قمت بنشر تعليقات سلبية عن الآخرين على الإنترنت؟ طبعا دي إجابة خاطئة. أرسلت صورتي إلى غريب قابلته على الإنترنت؟ طبعا خطأ. المجموعة الأخيرة من الأسئلة، أجب عن الأسئلة التالية. املأ الفراغات بالكلمات المناسبة. ألف هو المصطلح للحالة التي يعطي فيها الشخص الأولوية لاستخدام الإنترنت على جوانب الحياة زي الدراسات والعمل والصحة الجسدية والعقلية. ده مصطلح اسمه إدمان الإنترنت، ودي من المشاكل اللي بتحصل من إدمان الإنترنت والهاتف المحمول. النقطة رقم ب هو المصطلح الشامل للخدمات التي تسهل بناء العلاقات عبر الإنترنت. طبعا هنا الإجابة هتكون وسائل التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا. ج هو المصطلح لمعلومات الموقع التي يمكن إضافتها إلى وسائط مختلفة زي الصور ومقاطع الفيديو. دي العلامة الجغرافية. 2 من الخيارات التالية من ألف إلى ج اختر العبارات التي تناسب الفراغات 1 إلى 4. هو المصطلح للمفاهيم والتوجهات الأساسية اللازمة للقيام بأنشطة معينة. دي أخلاقيات المعلومات، والسؤال ده اتكرر أكتر من مرة وقلنا إن هو مهم حتى لو لم يكن شيء ما محظورا بواسطة القانون، فلا يزال يجب عليك الامتناع عن الانخراط في سلوك غير لائق. علاوة على ذلك فإن المعلومات على الإنترنت تنتشر بسهولة، وده مبدأ الانتشار اللي اتكلمنا عليه في الفصل الأول. ومتى تم نشرها فإنها بتميل إلى إيه؟ إلى عدم الاختفاء، اتكلمنا عليها، وده مبدأ الثبات أو الاستمرارية. إن المعلومة اللي بتنتشر بيكون صعب إن هي يتم محوها بالكامل أو تميل إلى عدم الاختفاء. رقم 3 بيقول العبارات التالية من ألف إلى ثاء تصف أخلاقيات المعلومات. ضع علامة صح إذا كان البيان مناسبا وخطأ إذا كان غير مناسب. عند التفاعل عبر الشبكة من المهم التواصل بشكل مناسب لتجنب سوء الفهم. أكيد طبعا دي إجابة صحيحة. يمكنك الكتابة بحرية على لوحة إعلانات مجهولة لأنه لا يمكن لأحد أن يعرف من كتبها. السؤال ده اتكرر كتير برضه والإجابة هتكون خطأ. مواقع الويب مطلوبة قانونيا لتقديم معلومات دقيقة دائما؟ لا طبعا، مواقع الويب مش ملزمة قانونيا بتقديم معلومات دقيقة. علشان كده اتكلمنا في الجزء الأول أو في الدرس الأول على التحقق المتبادل، إن المعلومات اللي بناخدها مش لازم تكون صحيحة، علشان كده لازم نتأكد من صحتها. النقطة اللي بعدها، بما أن أحد المشاهير كان في مركز تسوق قريب قمت بالتقاط صورة ومشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي. افترضت أن هذا أمر جيد بما أن الصورة التقطت في مكان عام. طبعا ده خطأ. مش معنى أن أنا شفت حد مشهور ولقطت صورة في مكان عام فكده يبقى من حقي أن أنا أشاركها مع الناس. طبعا ده غلط، لازم استأذن الشخص نفسه. النقطة رقم 4 اختر عبارة واحدة صحيحة فيما يتعلق باستخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي من الخيارات من ألف إلى ثاء. ألف لا بأس بنسخ كورس مضغوط تجاري ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي بدون إذن. طبعا دي إجابة خطأ. وسائل التواصل الاجتماعي ليست أكثر من أداة خطيرة تسبب المتاعب. دي برضو إجابة خطأ. طيب إزاي أنا هكون منفصل عن الإنترنت وهتعرض للجريمة الإلكترونية؟ ممكن بمنتهى البساطة حد يصورك أو تكون متصور فيديو أو صورة مع حد وهو ينشرها بدون إذنك فيحصل لك مشكلة بسبب الصورة دي. عند نشر المعلومات تأكد من أنها لا تنتهك خصوصية الآخرين. طبعا دي إجابة صحيحة. وبكده يبقى انتهينا من إجابة كل الأسئلة اللي وردت في الكتاب والخاصة بالدرس الثاني. لو ما شفتش الدرس ارجع شوف الدرس الأول علشان تكون فاهم. شوف شرح الدرس الأول وشوف شرح الدرس الثاني وحل الأسئلة معايا سواء للدرس الأول أو الثاني أو الدروس القادمة اللي هيتم نشرها تباعا على
قناتي على اليوتيوب. لو في اي حاجة مش واضحة او في سؤال مش فاهمه قوي ممكن تكتب لي في التعليقات وهرد عليك. شكرا لكم واتمنى لكم التوفيق.